الشاي ده مزاج المصريين، بس الصين أول بلد عرفت الشاي، ومن 3000 سنة كانوا بيستخدموه علاج ومهدئ لوجع البطن، وكان اسمه الشاي. بس الشاي دخل مصر امتى وازاي؟ استنى هقولك. شوف يا سيدي، الشاي دخل مصر مع الضباط الإنجليز سنة 1882، لكن كان بيشربوا بس طبقة البشوات والأمراء، وكان اسمه وقتها الخروب. ولما قامت الحرب العالمية الأولى سنة 1914، الإنجليز خدوا عدد كبير جدا من الفلاحين وسفروهم على أوروبا عشان يزرعوا فيها، وهناك عرف الفلاحين زراعة الشاي ورجعوا بيه على مصر، وبقى المشروب الرسمي للفلاح المصري ولدرجة الإدمان. ده حتى أحمد عرابي لما اتنفى هو ومحمود سامي البارودي لجزيرة سيلان، اتصاحبوا هناك على صاحب مزارع الشاي واللي كان اسمه السير تومان جونستن ليبتون، وقرر عرابي يبعت الشاي لأخوه